السلام عليكم ورحمة الله. غادا نشارك معكم اليوم هذا الموديل ديال هذا الكول كيجي دائري، فيه القطعة وفيه الكشكشة. هذا الموديل كيصلح للنساء الحوامل وحتى للنساء اللي ما بغاوش البطن تكون بارزة. كيجي زوين في اللبسة. تابعوا معايا. بسم الله على بركة الله. اول حاجة كناخذ الثوب متني على جوج الجهة ديال الامام وكنهبط ب30 سنتيم وكندخل من ناحية الكتف ب5 سنتيم وكنوضع نقطة وكنلاقي هاد النقط بنصف دائرة بحال ماكو. اذا اول حاجه غادي نديروها غادا نقطع. مازال غادا نشرح لكم بالتفصيل الطريقه ديال الفصاله، غير تبعوا معايا حتى هي غادا نوريها لكم في الورق باش تفهموا كيفاش. اذا من بعد ما غادي نخرج هذيك 5 سنتيم اللي انا زدتها من قبل في الثوب، يعني زدتها على العبار العادي اللي عندي. كيف ما كتلاحظوا عندي هنا العبار فيه 24، مني زدت 5 سنتيم راه كانت عندي 29. دابا فاش خرجتها راه رجعت لي 24 اللي درت اول مره. غندير هنا في العنق 10 سنتيم وغادا نهبط ب17. غادا نلاقي الخط على شكل مثلث. اذا من بعد غادا نجيب المسطره باش نقاد الخط مزيان. بالنسبه للاخوات المبتدئات، اما الاخوات المتمكنات راه ما يحتاجوش المسطره. وغادا نعبر هذه المسافه شحال عطاتني هنا 20، قسمتها على جوج ودخلت، ماشي دخلت خرجت باش يجيني الكول دائري. كول دائري كيجي زوين في اللبسه وكيجي انيق. اذا نوريكم الطريقه كيفاش غادي يجي من بعد ما غنقطع هذيك الباندا. اذا هاد الباندا اللي فيها 5 سنتيم انا قطعتها، هذه ما غنستعملوهاش صافي، هذه غادي نحيدوها باش في بلاصتها غادي تدخل لينا الكشكشه. اذا ها الكول كيفاش جا. وما تبقى اللي خارج من الثوب هو اللي غادي نديرو به الكشكشه. نوريكم الطريقه على الورق باش تفهموني مزيان. اذا اول حاجه كنتنيو الثوب ديالنا على الطول ديالو، كنحط العبار اللي عندي هي هذه 5 سنتيم اللي خرجت بها اول مره بحال هكا. كنعبرها هي الاولى كنخرجها ما داخلاش في العبار وكنوضع العبار عادي. عندي هنا في الكتف 24، حطيت 24، نزلت الربع الصدر وطيحت الكتف ب3. اذا تراسيت التركيز ديالي. اذا هذه هي البلاصه اللي خرجت فيها ب5 سنتيم. وهنا كنطراسي تاني 5 سنتيم باش غادا ندير هذا الموديل ديال هذا الكول. وكنهبط ب30 من ناحيه العنق وغادا نلاقي هاد النقط باش نتحصل على نصف دائره كيف ما فصلت معكم في الثوب. اذا يعني الطريقه راه ساهله، غير ركزوا تبعوا معايا. كتبغي التركيز وكتبغي الخاطر الا بغيتو ديروا هذا الكول. اذا هنا غادا نعبر الوسط 5 سنتيم باش نخرج هذاك الباندا اللي غادا نقطع. اذا وغادا نقطع بحال هكا. اذا هاد الباندا هي اللي حيدنا ما غنحتاجوهاش، هذيك هي اللي نقصناها باش تفهموا منين جاتنا هذيك 5 سنتيم. هذيك حيدناها باش ندخلوا ال5 سنتيم الخارجه ندخلوها على شكل كشكشه. متبقى كنديروا ليه بحال هكا. الا بغيتو تتبعوا غير بيديكم وبالفنيس بحال هكا، ولا بغيتو ديروا الخيط تخيطوا كيف ما غادا نوريكم دابا. انا غنوريكم كاع الطرق كاملين واللي جاتكم ساهله ديروها. وغنطراسي هنايا التقاريره ديال العنق. غادي يجينا هذا الكول دائري على هذا الشكل وفي التلصاق بحال هكا بحال هكا. ونحرصوا باش يجونا هذوك البليات مقادين كيف من الجهه كيف من الجهه. اذا ندوزو على بركه الله. غادا الا كان السورجي ما احسن. نصحكم من بعد الفصاله ديروا السورجي لهذاك العنق، ديك نصف الدائره اللي غتبقى لكم كبيره ديروا ليها السورجي، غادي يساعدكم مزيان. انا درت ليها غير واحد الباندا من الثوب وغادا نفينيها بها بحال هكا. وغادا نكراني بالمقص، نكرانيها كامله باش منين نقلبها ما تجينيش مشكرفه. غنتبعها كامله نكرانيها بحال هكا صافي. وغادا نطوي الثوب لداخل ونخيط.
ونقطع ما تبقى ونتوكلوا على بركه الله. صافي كنبقى نتنيا بحال ما غادا نفينيها. الثوب ديال الخيط كيبقى يتنسل بزاف، يعني من الاحسن ديروا ليه السورجي. انا غير لقيت اللي بغيت نصور معاكم، يعني كان كلشي ساد ما لقيتش فين ندير السورجي. صافي وغادا نتبعها باش تجيني الخدمه نقيه وتجيني فينيه وما يجيوش دوك الخيوط خارجين. ندخل الا بالي ليا شي خيط خارج كنستعن بالمقص وكندخله. يعني انا نشرح بزاف على قبل الاخوات المبتدئات، اما المحترفات راه غير غاديين يشوفوا الطريقه في الورق ولا في كيف ما فصلتها معكم، غاديين يفهموا الخياطه كيفاش غيديروا ليها. اذا نفس الطريقه غادا ندير ثاني باندل الطرف ديال الكول اللي غادا نلصق الطرف الصغير باش في الاخير نجمع كلشي. اذا هنا غادي ندير الكشكشه، درت هنا الخيط بالنمره 5 وغادا نحاول ندير هذيك الكشكشه ونجيبها الوسط، تكون الوسط ما تكونش في ناحيه الكتفين. اذا بحال ما هكا باش منين نلصقوها تجينا بحال هكا، وكنقادو بيدينا. الا بانت لينا شي بلاصه ما فيهاش ما وصلش ليها الكشكشه كنبقاو نزيدو فيها هك وهك حتى تقاد لينا، حتى تجينا متساويه كيف ما هاد الجهه كيف ما هاد الجهه. وبالنسبه للاخوات اللي خافوا ما تجيهمش مقاده استعنوا بالفنيت. بالنسبه لهاد الدونتيل راه انا خديته عريض مولاتو بغاتو بحال ما هاد الشكل. اذا غندير فيه واحد البليات باش ندوروا على نصف دائره ديال العنق. غادا نستعن بهاد البليات بحال هكا كنتني وندير الفنيته. الفنيته غادي يعاونوكم بزاف حتى نثبتو مزيان على الشكل ديال التقوريره ديال العنق. وكنزيد ناكد بالنسبه للاخوات اللي يلاه مبتدئات في الصاله والخياطه ضروري تستعنوا بالفنيت. يعني ما تزعموش وتبقاو تخيطوا مباشره، ربما غادي تجيكم ما يجيكمش العنق مقاد، تجيكم جهه فيها البليات جهه ما فيهاش بليات بزاف. وغادا نجي القطعه الثانيه هي غادا نثبتها بالفنيت. ضروري نحدد المنتصف ونتني الكول ديالي بحال هكا. اذا المنتصف مع المنتصف والكتفين مع الكتفين باش يجيني كلشي مقاد تجي الخدمه نقيه. صافي دابا غادا نثبت بالفنيت. الا ما عندكمش الفنيت ممكن ديروا خيطوا ابره وتثبتوا به حتى تخيطوا وحيدوه. يعني اي حاجه عندنا راه كنقضيو بها، المهم نسلكوا راسنا وصافي. نتمنى الشرح يكون واضح. الا ما فهمتوش شي حاجه كتبوا لي في التعاليق نجاوب كل شيء ان شاء الله. اذا الجهه الاخرى هي درت لها نفس الطريقه، الكتف مع الكتف والبليات كنوزعهم بواحد الشكل متساوي. اذا هذه هي الطريقه، شوفوا كيفاش جات. غير في التصوير مع هذا اللون فيه الاسود ما جاش واضح دوك البليات، بالعكس جاو باينين مزيان مباشره. وغادا نخيط، انا كنخيط وكنحيد في الفنيت. وداك هاد الدونتيل كيف ما كتلاحظوا راه فيه العقيق، ولكن العقيق راه بعيد على بلاصه الخياطه، يعني ما كتقيسوش ديال البرا. الا صادفتو شريتو شي دونتيل هكا فيه العقيق والعقيق جاكم مع البرا ديال الماكينه، قطعوا ديك العقيقه في البلاصه ديال البرا باش ما تهرش لكم البرا، لا هما تقطعوا العقيقه. صافي وغادا نخيط القطعه الثانيه وانا كنخيط وانا كنحيد في الفنيس. ردوا البال باش ما يهرسوش لكم البرا ديال الماكينه. اذا حاولت نختصر لكم يعني جميع المراحل ديال هاد الطريقه ديال هاد الكول. نتمنى يكون الفيديو واضح. سرعت بعض اللقطات باش ما نطولش عليكم، والنتيجه هي هذه. اذا غنخيط الجهه الاخرى حتى هي وكنحافظ على دوك البليات، يعني اللي درت كنشوف المقابل ديالهم وكنتني واحد الشوي.
اذا ها النتيجه هي هذه. نتمنى يعجبكم هذا الشكل، وكنتسنى الراي ديالكم في التعاليق، والى اللقاء.